لو هتمشي على نظام صحي يبقى لازم تشوفي الوصفة بتاعة النهاردة، أنا عاملها بدقيق الحبة الكاملة وهقولك ازاي تجهزي الدقيق بتاعها في البيت. بس يا ريت قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير على الفيديو، ويلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجه كده، لو متوفر في ريحك اكياس جاهزه من دقيق الحبه الكامله يبقى تمام. لو انتوا من بلد فلاحين زي حالاتي كده يبقى هتعملي ايه؟ هنا احنا القمح بتاعنا هنا بعد ما بنغسله ونطحنه وكده، دي اول درجة من درجات القمح بتاعتنا اللي هي بتكون الاولى. الدرجة الاولى هي بتكون الفاخر، دي بقى اللي معايا دي الدرجة التانية، اللي هناك دي بتكون التالتة والرابعة، والاخيرة دي بتكون النخالة او الردة اللي هي اخر واحدة. ما ينفعش بقى ناخد منها دي الدرجة التانية او دي الدرجة التالتة مع الردة والكلام ده كله، لا، لازم تاخدي القمح بتاعك زي ما هو، يعني الحباية كلها زي ما هي، درجة الدرجة منها الاولى والتانية والتالتة والردة بتاعتها. احنا طبعا في الارياف بنعمل ايه؟ فاحنا بنفرق ده عن ده، او في ناس بتقلب كله على كله، بس الا الردة دي بتبقى على جنب كده، مش بتبقى مع الدقيق. تمام كده. فاحنا ساعات بنحطها تحت العيش، يعني لو بنعمل عيش بلدي وكده فهي بتكون لوحدها. فانا النهارده بقى هقلبها على بعضها علشان تبقى دي الحبه الكامله، فانا بحط كله على بعض اهو زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لك، لو انتي مش من بلد ارياف ومش عندكم القمح ومش بتطحنوا قمح وكده، فانتي هتجيبيه اللي هو دي الجاهز اللي هو الحبه الكامله. تمام كده. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض بالشكل ده. ونسيت اقول لكم ان الردة بيبقى عليها السن، بيبقى كمان فيها السن غير الردة او النخالة. تمام كده. فانتي لازم لو هتمشي على نظام صحي يبقى لازم نوع الدقيق ده. تمام كده. بعد ما قلبت كله مع بعضه بالشكل ده، هجيب بقى طبق تاني واحط فيه كوباية من المية الدافية. والنهاردة مش هنستخدم لا بيض، لا لبن، ولا لبن بودرة، ولا سمنة، ولا اي حاجة. حطيت كوباية من المية الدافية، حطيت عليها معلقة مليانة من الخميرة الفورية، قلبت كويس جدا الخميرة مع المية. نزلت هنا بمعلقتين من العسل الأسود. ده لو مش متوفر عندك ممكن تحطي معلقتين من عسل النحل. تمام كده. بحط كمان ربع كوباية من الزيت. هقلب بقى كل المقادير كلها مع بعضها بالشكل ده. والعسل الأسمر أو عسل النحل بيكون بديل السكر. تمام كده. بعد ما قلبت كله مع بعضه كده، هعاير بقى بالكوبايه اللي احنا عايرنا بيها الميه. هعاير هنا 4 كوبايات بالكوبايه دي نفسها، او لو انتي هتستخدمي كوبايه اللي هي المج العادي اللي في كل بيت يبقى توحدي المقادير معاكي. هحط هنا 4 كوبايات وهقلب. بس قبل ما اقلب كده انا بحط نص معلقه كده من معالق الاكل اللي هو بحط بيكنج باودر، واحط كمان معلقه صغيره من الملح. ابتدي بقى ان انا اقلب كويس جدا العجين بتاعي لغايه اما الم عجينه تكون لا هي طريه قوي ولا هي تكون يابسه قوي على ايدي. انا عايزاها تكون مظبوطه وناعمه وعجنها كويس على ايدي. هبتدي ان انا اعجن كويس كده. لو وصلت لغايه النقطه دي بقى ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على رسول الله علشان ناخد حسنتين مع بعض. ولو وصلت لغايه النقطه دي ما تنسوش تدعموني بلايك وشير على الفيديو، وتعليق حلو زي قلوبكم كده علشان نكمل الفيديوهات التانية. بعد ما عجنت مع العجينة كويس بحط هنا معلقة كبيرة من الزبدة، وده اختياري، ممكن ان انتي تستكفي الزيت. تمام كده. فانا حطيت معلقة زبدة وهبتدي ان انا اقلب كويس جدا كده. هعجن، بس قصدي ان انا عايزة انعم معايا العجينة كويس جدا اهو. زي ما انتوا شايفين كده العجينة ما بقتش مفرولة معايا، ما بقتش كده مقطعة، لا انا نعمتها كويس على ايدي. هبتدي بقى ان انا اسيبها لما تخمر معايا وتضاعف حجمها كويس جدا. هغطيها بقى كويس علشان تخمر معايا بسرعة. بعد ما خمرت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي بقى ان انا اجيب هنا قالب مقاس 20، قالب توست مقاس 20. لو مش متوفر عندك فانا جبتلك البديل اللي هي صفيحة السمنة اللي بنعمل بيها دايما. بجد ما فيهاش اي خطورة. الناس اللي بتقولي ده خطر ومش عارفة ايه، لا هي ما فيهاش اي خطورة وانا بعمل فيها على طول. وده بديل زي ما قلت لك لو ما عندكيش القالب التوست. حطيت معلقه كده في كل حاجه منهم، معلقه من الزيت، وابتديت ان انا امسح كويس. بعد كده شلت بقى القوالب دي وجهزتها معايا. يعني بعد كده هجيب المفرش بتاعي وافرشه كده واحط معايا العجينه واقسمها على نصين. هقسمها بقى بحيث ان انا اعمل النص في العجينه وفي في قصدي في قلب التوست، والنص في صفيحه السمنه. هفرد زي ما انتوا شايفين كده العجينه بتاعتي
بايدي كده او بالنشابه مفيش اي مشكله، بس هي هتتفرد معاكي كويس علشان احنا خادمينها في العجن كويس والعجينه ناعمه معانا. ببتدي ان انا افردها برضو شويه كده بالنشابه زي ما انتم شايفين كده، بطبق النصين على بعض، بطبق الناحيه دي على الناحيه دي، وابتدي بقى ان انا ايه اوسع لها شويه كده علشان اخد مقاس القالب بتاع التوست بتاعي. هاجيب القالب التوست دلوقتي واشوفه هيبقى على مقاسها ولا لا، فانا لقيته لسه فكبرت شويه كمان، يعني بالعرض كده وسعتها شويه اهو زي ما انتم شايفين كده. واجيب بقى القالب التوست بتاعي واشوف عليه. بس اول حاجه كده بجيب اول طرف وابتدي ان انا اعمل ايه، ابتدي ان انا اقفل عليه كده زي العيش الفينو بالظبط. اما بكون بقفل عليه كده وانا بضغط، وانتي بتلفي لازم تضغطي بطراطيف صوابع كده علشان خاطر ما يبقاش فيها فراغات كتير في قلب في التوست بتاعك بعد ما يستوي. بس كده بتبتدي بقى ان انتي تقفلي عليها كويس كده علشان ما تفتحش معاكي وقت التسوية ولا وقت الخمر وتفتح معاكي كده ويبقى شكلها مش حلو خالص. بصوا قستها كده على مقاس التوست، قالب التوست بتاعي، وبعد كده حطيتها بس بعد ما دهناه كويس جدا. هعمل بقى اللي هي الحته اللي فاضله اللي هنحطها في صفيحه السمنه، او لو مش عايزه وعندك قوالب توست كفايه خلاص استكفي بقوالب التوست بتاعتك. بصوا خلاص كده بتبتدي برضو زي ما عملنا في الاولانيه بنعمل في التانية، وبقيسها برضو على مقاس الصفيحة بتاعتي، وابتدي برضو ان انا الفها رول على بعضها زي ما انتوا شايفين كده، ولازم تضغطي عليها وانت بتلفيها وقفليها زي ما قلتلك كويس جدا عشان ما تفتحش معاكي. بس كده بتجيب بقى الصفيحة بعد ما دهناها كويس تبتدي ان انت تدخليها فيها كده وتنيميها كده. بعد ما نيمتها كده ببتدي ان انا اجيب هنا ورق اللي هو ورق الألمونيا ده، واتنيه تانية كده واقفل بقى زي غطا كده علشان التخمير بتاعها ما يطلعش لبره. بس هي العجينة اصلا صغيرة فمش هتطلع برا الصفيحة عشان الصفيحة كبيرة يعني. تمام كده. خلاص كده خلصت اهو. ابتدي بقى ان انا اسيبها تخمر معايا، لازم اسيبها تخمر كويس جدا. بعد ما خمرت بقى معانا بجيب هنا معلقتين من المية عليهم نص معلقة من السكر، وده اختياري، ممكن تسيبي الوش بتاعك كده ما تدهنهوش اي حاجة، بس انا حبيت ان انا ادهنه علشان لو حطيت بقى شوية سمسم على الوش كده يلزق فيه بسهولة. اللي في الصفيحة كمان خمر معانا اهو. هبتدي بقى ان انا ادهنه كده بس بالراحة كده خالص علشان خاطر ما تضيعيش الخمر بتاعه. بفرشة كده وهتبتدي ان انتي تدهني الوش بتاعه. بعد كده بحط شوية سمسم وحبة البركة على الوش، او لو عندك بذور اي بذور بقى حبة ان انتي تضيفيها على الوش كده حطيها. بس كده هتلاحظوا ان اللي في الصفيحة ده نزل لتحت علشان هي العجينة بتاعته اصلا صغيرة. بصوا لو الفرن بتاعكم كبير يبقى هتحطيها واقفة كده أحسن، وتغطي عليها بالفويل اللي هي الصفيحة والتوست برضو في الصينية واحدة مع بعض. بس انا كده عشان الفرن صغير فما عرفتش ان انا اوقفها فميلتها بالشكل اللي انتوا لو شايفين عرفتي ده توقفي الصفيحة هيكون افضل، وهي كمان اصلا العجينة ما كانتش كتير يعني، فانتي تزودي المقدار بتاعك فالمقدار الصفيحة هيكون اكتر من كده. بس دخلتهم بقى على الفرن بتاعي يكون سخن من قبلها، وتسيبيهم بقى على رف الوسطاني زي ما انا حطيت كده، وتبتدي ان انت تسيبيهم تقريبا نص ساعة لغاية ما يستووا معاكي. هتحسي كده ان ريحتهم طلعت وخدوا اللون اصلا من الوش بتاعهم خد لون لوحده من غير ما تشغلي الشواية. تمام كده وطلع ما شاء الله، شايفين الحلاوة. بسلكه براحة كده بالسكينة وابتدي ان انا اطلعه واسيبه شوية كده بعد ما اقلبه علشان بيكون عرقان شوية. بعد كده بقى لما يبرد معايا شوية، انا الصراحة عملته هو دافي كده، قطعته هو دافي علشان اخلص معاكم الفيديو. بس انت سيبيه لما يبرد تماما وبعد كده قطعيه بسكينة تكون مشرشرة، ما تكونش سكينة العادية علشان تقطعيه بسهولة ما يتفرفتش منك. بس كده. شايفين ما شاء الله شريحة التوست زي العسل ازاي؟ بجد جربوه، بطلوا تشتروه من بره عشان بجد بره بيبقى اسعاره مبالغ فيها، وعملناه بالمية وما كلفناش حاجة. بعد كده بقى اللي هو كان في الصفيحة زي ما انتوا شايفين اهو، علشان هو كان حجمه صغير ما ملاش الصفيحة علشان خاطر زي ما قلت لكم العجينة كانت صغيرة في الصفيحة. بس كده خلصت بقى كل الكمية بتاعتي وقطعتها، ما شاء الله برضو اللي كان في الصفيحة طالع زي العسل. بصوا شكله عامل ازاي، شكل التوست بتاعنا بصراحة يفتح النفس، مناسب لمرضى السكر وكمان اللي بيعانوا من يعني وجع في معدتهم. على فكرة الحباية الكاملة دي او دي حباية الكاملة ده بيكون خفيف قوي على المعدة وبيتهضم بسرعة.
لو كمان عايزة تعملي رجيم فأنتِ لازم تعملي الوصفة بتاعتنا دي النهارده، ما شاء الله هش وخفيف وكان زي العسل. بصراحة استغربت والله لمّا الولاد الصغيرين كلوا منه وكانوا يعني عاجبهم أوي، فكانوا بياكلوا منه عادي كأنه عيش عادي. يا رب يكون عجبكم الفيديو، كمان حفظته كده في أكياس وحطيته في الفريزر علشان يفضل صابح كأنِك لسه خابزاه بالضبط. لو عايزين وصفات صحية كمان قولوا لي تحت في الكومنتات، لو لقيت تفاعل كتير إن شاء الله هاعمل لكم وصفات تانية. ما تنسوش بقى اللايك والشير واشوفكم على خير، مع ألف سلامة.